طرحت عدة أسئلة أجبت على بعضها، صار وقت أذان الظهر. بقية الأسئلة اعتذرت عن الإجابة عليها باعتبار صار وقت الأذان. قامت أخت جامعية قالت لي أمام الطلبة لم تجب على أسئلتي أو على سؤالي، يظهر سؤالها من ضمن الأسئلة اللي ما وصلنا له. قلت لها أخوة الوقت. قالت بس أنا أحتاج أجاوب على سؤال أمام الطلبة. شنو سؤالكم؟ قالت سؤالي أنتم كتعبيرها كرجال دين، تعبيرها بين قوسين كرجال دين، شنو أضفتونا؟ أنتم كمعممين مثلا هالشكل هم سألت شنو إضافتكم إلنا؟ فقلت لها الإضافة بأي جانب تردين؟ أكو جوانب عدة للإضافة مو جانب واحد، بأي جانب؟ قالت أنت اختار. قلت لها مثلا على المستوى المعرفي الديني التخصصي اللي هو شغل الحوزة المؤسسة الدينية، وهذا كون نقعد كم شهر نسولف به يعني من أصحاب الأئمة وما كتبوه وما حفظوه من تراث المعصومين، على كل المستويات العقدية التشريعية الأخلاقية، على كل مستويات. زين بعد الغيبة الشيخ الكليني والصدوق وإلى آخره وإلى اليوم عش قد كون نحتاج نسولف هاي الموسوعات في كل مجال، هذا التراث اللي حفظ هذا. زين قلت لها مثلا على مستوى الشأن العام مو المعرفي الديني، مستوى الشأن العام الآن هذا الاهتمام العالمي بمرجع الشيعة الأعلى مثلا، والاهتمام بما يكتبه وبما يقرره على مستوى العالم. الآن الاهتمام بما يصدر عن المرجعية العليا مو فقط على مستوى منطقة وعلى مستوى العراق، يؤخذ بعين الاعتبار على مستوى العالم. الشخصيات العالمية المهمة اللي تطلب زيارة سماحة السيد، وسماحة السيد يقبل البعض ويرفض البعض لاعتبارات معينة بذهن المرجعية، مو من هنا يعني. فهذا الاهتمام جاي من فراغ، هذا الاحترام والاهتمام وأخذ الأمور بعين الاعتبار، معرفة ثقل هذه الجهة، هذا جاي من فراغ لو جاي من امتداد كبير تاريخي، عمق، حكمة، علم، هذا على هالمستوى. قلت لها مثلا على المستوى الاقتصادي وغير ذلك، مؤسسة العين وغيرها، حماية أيتامنا وأراملنا. قالت شيخنا هذا يكفي خلص، المشكلة عندي انتهت، جانب رابع ما أحتاج، هذا المقدار كافي.